تعالوا نحلل مع بعض أحداث الحلقة الأخيرة اللي ممكن تحصل في مسلسل جعفر العمدة. بعد ما جعفر كان بيسيطر على السيدة زينب بأن هو العمدة وكبير المنطقة، هيطلع شوقي فتح الله من السجن وهيحاول إن هو يمسك العمودية، وهيبقى الموضوع تحدي ما بينهم بأن مين أحسن وأقوى ويقدر يسد في الآخر. هنروح بقى من الناحية التانية، إسماعيل بعد ما باع بلال شامة لجعفر العمدة علشان بلال شامة مرضاش يديله حقه في الفلوس، بينجح بلال شامة في الهروب، وبيدخل جعفر العمدة ومعاه إسماعيل وبيلاقي إن البيت فاضي، وبيكون بلال شامة سايب لهم مفاجأة جوه بإن هو هيولع في العشة كلها وهرب. بعدها بنروح لفاطمة أم سيف، توقعات إن هي ممكن تموت وهتكون إن هي قايلة لنجلاء أختها السر. وبعد ما فاطمة بتموت بيزعل عليها سيف وبيحس إن هو لوحده وملوش حد، وبعدها بتجيله خالته نجلاء والتوقع إن هي ممكن تقوله السر بإن هو ابن جعفر العمدة، وإن فاطمة أمه خبت عليه علشان كانت خايفة إن هو لما يعرف يسيبها. بعدها نجلاء خالته بتقرر إن هي تنفذ وصية أمه بإن هي لو جرالها حاجة تروح تقول لجعفر إن ابنه عايش، وبتروح نجلاء خالته تحكي لجعفر، بس بتقابل دلال على السلم وبتقول لها على السر ده، فراحت دلال تزور سيف وتتأكد بنفسها وما قالتش لجعفر أي حاجة. وبعدها بنروح بلال شامة اللي بعد سنين بيتقابل مع وداد اللي هي مرات سيد اللي اتفق معاها، وفي اللحظة دي بيكون نعيم شاف كل حاجة، وأبوها فتوح بيتكلم معاها وبيقول لها انت ازاي عملتي كده، فبتقوله ان هي ما كانتش بتحب جوزها وان هما جوزوها لواحد أهبل عديم الشخصية، وان هي كانت عايزة تتجوز جعفر العمدة. فبيدخل نعيم في اللحظة دي وبيمد ايده عليها، ودلال برغم حبها لجعفر العمدة إلا ان هي عايزة تنتقم في موت أخوها يوسف، علشان كده احنا بنقول ممكن يكون ليها يد في قتل ابن جعفر العمدة، وان هي برضو اتفقت مع وداد وبلال شامة علشان يخطفوا الولد، وان بلال شامة فهمها من الأول ان هو فعلا مات لكن هو كان سايبه مع فاطمة تربيه، فعشان كده دلال راحت لسيف واتأكدت بنفسها ان هو عايش. ولما دلال سقطت في نفس اللحظة فده علشان تحرق قلب جعفر اللي قتل أخوها. ودي طبعا كلها توقعات، محدش عارف لسه ايه اللي هيحصل في الحلقات اللي جاية. والتوقع الحقيقي واللي بجد ان ممكن في الآخر المخرج محمد سامي يموت كل اللي بيمثله، لأن عمل كده في مسلسل الأسطورة ومسلسل نسل الأغراب.